يجي العيد والخناقه على الفته تقيد. انا ما بحبش الفته بالصلصه. طب هي الفته ما تنفعش من غير صلصه؟ ماليش دعوه، انا عايزها من غير صلصه. طب انا اقف واتعب واكلها من غير صلصه؟ من هنا بقى قررت ان انا اعملها نصين. اعملها نصين، ما انا لازم ارضي كل الاطراف. انا اكل اللي نفسي فيه، وكمان ابو العيل ياكل اللي نفسه فيه. النهارده بقى نعمل احلى فته. كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا بقى كده على المطبخ بتاعنا، ونولع البوتاجاز ونشوف هنعمل مع بعض ايه النهارده. الحله بتاعتنا الجميله، وحطيتها كده على البوتاجاز، وابتديت احط فيها معلقه من الزبده. الزبده دي زبده فلاحي، بس الزبده صفرة يعني. وابتديت بقى احطها كده، واول ما ساحت، لو عندك بقى حبايه مستكه كده حطيها، تبقى جميله، هتسيح مع الزبده. وتبتدي تنزلي عليها باللحمه عشان تاخد صدمه. اللحمه بتاعتي ديت من السن، يعني قطعيه السن. عايزه اقولك بقى احلى قطعيه لحمه تاكليها او احلى قطعيه لحمه تسلقيها. تحفه جدا، بيبقى فيها كده نسبه من الدهون، يعني كده لحمه ملبسه كده، وبتبقى جميله جدا. اللي ما كلش لحمه من السن بصراحه بقى ما كلش لحمه. بتبقى حلوه كده، حته لحمه ناعمه وجميله، ومش مفتله. الاحمر احلى، والاحمر حلو، والابيض بيبقى احلى كمان من الاحمر فيها. كل اللي انا بعمله كده ان انا بشوح اللحمه بتاعتي على الوش دوت. وهجيب بقى المنكهات، عندنا ورقتين من اللورة، وفلفل اسود، وكمان كوبيبه صيني، وحبهان. كل المنكهات بتاعتي انا حطاها، لو تاخدي بالك ان هي كانت حصى، مفيش حاجه مطحونه، علشان عايزه اخد شوربه تكون رايقه. مش عايزه الفلفل الاسود يسمر لي الشوربه ولا الكلام ده كله. انا هحط كل حاجه حصى. وهبتدي اقلب كده اللحمه بتاعتي على الوش التاني علشان تاخد صدمه من الناحيه التانية كمان. بعد بقى ما اتاكدت ان حته اللحمه بتاعتي اتغلفت من الجنبين كده، انا اتاكدت ان العصاره بتاعتها اتحبست جواها، اخدت صدمه من الجنبين الاتنين، واتاكدت ان انا هاكل حته لحمه مفيش زيها. جبت بقى بصلايه وطماطمايه وجزرايه، وابتديت بقى انزل بيهم كده فوق اللحمه. وجبت بقى حبيبتي حته ماسوره كده، اللي مش لاقيينها دلوقتي ودايخين عليها، مش عارفه ليه. كنا زمان بناخدها كده فوق اللحمه على البيعه، دلوقتي بندفع فيها مبلغ وما بنلاقيهاش كمان. بس بصراحه انا ما بعرفش اشرب شوربه من غيرها، او ما بعرفش اكل لحمه اصلا من غيرها. وابتديت كده اقلب كل الكلام ده مع بعض، وميه مغليه وانزل عليهم بالشكل ده. وهقلب تقليبه وهسيبها. بس عايزه اقولك بقى ما تخرجيش بره طالما حطيتي ميه مغليه، اقفي كده جنبها علشان هتقوم قوام. طبعا مجرد ما هتقوم معايا هتديني الريم اللي انت شايفاه ده، فالريم ده لازم يتشال. لو انت بقى ما كنتش واقفه جنبها، الريم ده مجرد ما كده طلع على الوش، وهي قلبت قلبتين او غليت غلوتين، الريم ده دخل جواها ومش هتعرفي تشيليه تاني. عشان كده بقولك اقفي قدامها لحد ما تطلع الريم وتبتدي تشيليه كده. عايزه اقولك انا ممكن اقف قدامها 5 دقايق 10 دقايق عشان اطلع الريم، علشان اشرب شوربه كده تكون رايقه وجميله. مجرد ما طلعت الريم كله وشيلته خالص واتاكدت ان مفيش اي ريم، والشوربه بتاعتي قلبت قلبتين كده، هغطيها بقى واوطي النار. هوطي النار عشان تستوي قوام. ما تعليش عليها النار عشان الشوربه بتاعتك ما تنقص وتضطري تزوديها. يلا بينا بقى نعمل الرز بتاعنا. انا هنا عندي سمنه فلاحي او سمنه بلدي يعني، وزيت. بحب اعمل الميكس دوت، بيخلي الرز حلو قوي. برضه لو عندك حبايه مستكه في الوقت دوت، سيحيها كده في السمنه قبل ما تضيف الرز، وبعد كده اضيف الرز. بس انا بصراحه ما كانش عندي، ضفت الرز بتاعي البلدي مغسول، وضفت له كمان ورقتين كده من اللورة، بيديله كده نكهه حلوه قوي، وخصوصا للرز بتاع الفته. وكمان ضفت الملح بتاعي، وابتدي بقى اشوح مش اقل من 5 دقايق كده. وتكايه صغننه كده من عندي بس هتفرق جدا. تحطي فص توم كبير بس يكون مدقوق في قلب الرز بتاعك، بس الكلام ده ما يبقاش غير للرز الفته وبس. بجد بيبقى تحفه جدا، بيدي تست عالي قوي للرز. هنا الرز بتاعي خلاص اتاكدت انه اتغلف بالسمنه، وكمان اتشوح وسخن كده وبقى مولع. ما تستعجليش في الخطوه ديت، قبل ما تضيفي له الميه اهم حاجه يتشوح كويس. وضفت الميه بتاعتي وخلاص كده الرز بتاعي بقى جاهز. هغطي بس عليه لحد طبعا ما يغلي غلوتين ويتشرب، وهوطي عليه النار خالص. يلا نعمل الصلصه بقى بتاعتنا. جبت كده معلقه من الزبده، وضفت لها كمان الثوم بتاعي المدقوق. ومجرد ما ابتدي كده الاقيها دخلت في الصفار، هضيف لها بقى ايه رشه كده من الكزبره. واول ما تصفر كده هضيف لها بقى الخل. اوعي التومه بتاعتك تغمق، لو غمقت الصلصه بتاعتك هتمرر. يا دوبك هي صفرة كده وتضيفي الخل، وبعد كده هتضيفي الصلصه المضروبه في الخلاط، والملح بتاعك، حبه بقى فلفل اسود، وبس كده.
وسبت الصلصه بتاعتي على نار تتسبك. وهنا بصوا بقى لحمتي شغاله على نار هاديه، مش معليه عليها النار خالص علشان ما اضطرش ازود لها ميه واخر في سواها. خلاص هي كده استوت وبقت تمام. ملحتها وابتديت اشيل منها كده اللحمه بعد ما اتملحت طبعا. شلت اللحمه على جنب عشان بقى احمرها في معلقه سمنه بلدي كده، وتضيفي لها كمان بقى بعد ما تتحمر وتاخد برضو وشين كده، تضيفي لها بقى معلقه من الصلصه اللي انت عملتيها وحبه فلفل اسود وحبه ملح، وكلي بقى احلى لحمه. يلا بينا بقى نرضي كده ذوق ابو العيال اللي بيحب اللحمه بيحب الفته من غير صلصه. برضو لازم يعني نرضي الطرفين ونعمله اللي هو عايزه. الراجل يعني تعبان وشقيان معانا ولازم يعمله اللي هو عايزه زي نفس الطريقه بالظبط، بس ما بحطش صلصه. يعني قلبت التوم في السمنه وبعد كده ضفت له الكزبره وبعد كده الخل وبس. هنا كده خلاص. بصوا بقى مبدئيا انا عن نفسي يعني او عاده انا بحب اعمل العيش بحمصه كده بعد ما بكسره، بحمصه في معلقه سمنه. بس بصراحه انا النهارده مفرهده بقى ومش قادره، فيعني يحمد ربنا ان انا قمت عملت لهم اكل اصلا. بس فهم اخرهم معايا كده ان انا اكسر العيش، هو اصلا عيش محمص. مع اني برضو يعني كان دايما حتى لو العيش محمص كنت بحب اقلبه كده في معلقه سمنه ومعلقه توم كده بيديله نكهه حلوه. انتي بقى اعملي كده لو انتي ايه قادره وفايقه. انا بصراحه مش فايقه، هم اخرهم معايا كده. بعد ما كسرت العيش بقى سواء بقى حمرتيه او محمرتيهوش هتضيفي له معلقه كده من الصلصه بتديله تستحق حلو قوي بالطعم معاكي اللقمه اللي انتي بتاكليها. الرز بتاعي استوى، اخدته كده وحطيته العيش. انا هنا مش بحط شوربه لاني بصراحه انا يعني ذوقي في الفته بحب العيش بتاعي يكون مقرمش. يعني بحب كده وانا باكل الفته بتاعتي بيكون العيش مقرمش في بقي. فمش بحب احط من الاول كده الشوربه، بسيبها كده لاي حد يحب يحط شوربه بيزود هو. انا عن نفسي بحب العيش كده يكون محمص في بقي. ونحط بقى الصلصه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى قررت ان انا اعمل الجدار يعني نصين، نفرق كده ونعمل ايه فريقين عشان كله ياكل وكله ينبسط وكل سنه وانتم طيبين. وابتديت بقى اعمل كده ايه النص التاني الفته اللي من غير صلصه بالطشه وبس. واللحمه بتاعتي محمره وجميله بجد تحفه جدا جدا. اللحمه جميله وشوربه رايقه. بصوا الشوربه عايزه اوريكم بجد تحفه ازاي. بصوا الشوربه رايقه وفاتحه ولونها جميل. على فكره اللي على الوش دوت كوبيبه صيني، واللحمه بتاعتي مستويه ودايبه دوب. لو استفدتي بقى ولو 1% ما تنسيش اللايك.